في يوم ميلاده اعرف قصة حب آسر ياسين وزوجته وحكاية مجموعه في الثانوية العامة. زي النهاردة 25 فبراير اتولد النجم آسر ياسين اللي كلنا على موعد مع مسلسله الرمضاني اللي هيقدمه السنة دي بعنوان بدون سابق انذار، واللي هتشاركه البطولة فيه الفنانة التونسية عائشة بن أحمد. لكن خلونا نرجع لورا ونعرف حكاية آسر ياسين مع دخوله كلية الهندسة ومجموعه في الثانوية العامة اللي كان مفاجأة بالنسبة لنا كلنا، وهو 100%. لما اتسأل كان رده إن ده كان شرط والده علشان يدخله الجامعة الأمريكية يدرس فيها، واللي قال إن فيها تعلم كتير مش من الدراسة بس لكن من الأنشطة والعلاقات اللي كونها والحفلات اللي نظمها في الجامعة. وعن قصة حبه هو وزوجته كنزي قال آسر ياسين أول مرة عكس بنت في حياتي كانت هي، وإنه هو اللي فكر في الجواز منها الأول والتعارف بينهم كان على مرحلتين. فقال قابلت كنزي أول مرة وكان في انجذاب لكن ما حصلش حاجة، وبعدها اتقابلنا مرة من خلال صديق مشترك، وأول مرة أنا اللي أقوم بالمبادرة وجبت رقم تليفونها وبعت لها مسج قلت لها تعالي نفطر مع بعض بكرة. ردت بعدها ب3 ساعات وصحيت من الساعة 6:30 الصبح، نزلت قعدت في الكافيه لحد الساعة 9 ما ظهرتش، فرجعت البيت لقيتها بتكلمني الساعة 1 الظهر بتقول لي هننزل نفطر؟ قلت لها انا فطرت. قالت لي نشرب قهوة. ردت قلت لها عندي اجتماع، وفضلنا سنتين بعد الموقف ده ما نتكلمش، والصدفة جمعتنا تاني وكأن كل اللي فات بينا ده ما حصلش، وسافرنا مع بعض بسبب صدفة، فرجعنا من السفر وارتبطنا واتجوزنا بعد سنة. قول لنا بقى ايه اكتر عمل بتحبه لآسر ياسين؟